السلام عليكم. معكم انور فروغ، عضو من اعضاء شركه كوسمو براتيكو. الفيديو تاع اليوم بخصوص التعديلات الجديده في قانون الهجره بالبرتغال، واللي هي اخر فرصه لكم باش تسووا الوضعيه تاعكم قبل انتهاء المهله المحدده. التغييرات الاخيره في قانون الاجانب بالبرتغال اثرت بشكل كبير على الاف المهاجرين، وأهم تعديل اليوم هو المتعلق بالنظام الانتقالي الذي يسمح بتسوية الوضعية في حالة التأخير أو غياب أي طلب سابق. وبموجب التعديل الجديد للمرسوم 37/2024 أصبح بإمكان كل من يقيم داخل البرتغال، سواء كان لديه تأخير في المانيفستاسيون دانتيريس أو وقع تحت أحكام المادة 40، أن يقدم طلب إقامة بطريقة استثنائية. هذا النظام جاء لتسريع معالجة الملفات ولتخفيف الضغط على الأيمن. النقطة الحاسمة هي أن هذا النظام ليس مفتوح بشكل دائم، وكل من يتأخر في تقديم الطلب سوف يخرج تلقائيا من الإطار القانوني الذي يسمح له بتسوية الإقامة. هذا يعني أن عدم التحرك الآن قد يؤدي إلى فقدان الحق في الإقامة بشكل نهائي. القانون حدد موعدا نهائيا واضحا، آخر أجل هو 31 ديسمبر 2025، وأي طلبات ستقدم بعد هذا التاريخ سوف تسقط ولن يكون هناك أي تمديد. ونحن في كوسمو براتيكو نتابع كل الملفات المتعلقة بالنظام الانتقالي وحتى المتابعة القانونية عند الحاجة إذا كنت من الفئات المعنية. لا تتردد، الوقت ليس في صالحك، كل ما عليك فقط هو ترك كلمة مهتم في التعليقات وإحنا راح نتواصل معك مباشرة. كالعادة كان معكم أنور فروغ، عضو من أعضاء شركة كوسمو براتيكو، وألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.